يعش مروج لمباريات الفيفا من قطر زلاينشن تهما فيدرالية فرا بمواد إساءة معاملة الأطفال جنسيا. نعم جام، يقول مسؤول وزارة العدل إنه سافر إلى عدة ولايات خلال الشهرين الماضيين أثناء كأس العالم، وتم اعتقاله في غالفستون بعد عودته من إجازة في المكسيك. تنضم إلينا بريانا ويلس من قناة ABC 13 مباشرة من المحكمة الفيدرالية في وسط المدينة لتخبرنا بما وجده المدعون على هاتفه. بريانا. إريكا وإريكا أيضا يمكنني أن أبرك المسؤولون هنا يقولون إنهم وجدوا على الأقل 3 مقاطع فيديو مختلفة للمواد الإباحية للأطفال على هاتفه، ويقولون أيضا إنها تحتوي جميعها على أولاد صغار تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 5 سنوات. نريد أن نعرض لكم صورته الآن. هذا هو علي النعيمي البالغ من العمر 42 عاما. وفلسيك قايسل الساكني قال النعيمي من قطر للسلطات إنه تلقى ملفات إباحية للأطفال منذ سنوات، ويقول المحققون إنهم لاحظوا أنه كان يرسل ويتلقى صورا فاضحة في تطبيق واتساب منذ عام 2021. لكن وثائق المحكمة تكشف أنهم وجدوا أيضا 3 مقاطع فيديو على هاتفه الشهر الماضي تحتوي على مواد استغلال جنسي للأطفال. وفقا لوزارة العدل تم التنبيه في 15 من يوليو حول راكب على رحلة بحرية لشركة رويال كاريبيان من جالفستون إلى المكسيك. مركز الاستهداف الوطني التابع للجمارك وحماية الحدود الذي يقوم بفحص للركاب اعتبر أن النعيمي يشكل خطرا كبيرا لامتلاكه مواد إباحية للأطفال. يقولون إنه تم احتجازه واعتقاله لاحقا في جالفستون. اليوم تحدثنا مع محامي الدفاع الجنائي جيد سيلفرمان الذي ليس له علاقة بالقضية، لكنه متخصص في الجرائم الجنسية وإساءة معاملة الأطفال، ويقول إنه عند القدوم إلى الولايات المتحدة عند الحدود الدولية يكون هناك توقع أقل للخصوصية، ويمكن أن يؤدي إلى تفتيش الأجهزة والتحقيقات مثل هذه. تلاقي الكثير من التحقيقات اللي تحدث عند الحدود الدولية، وفي كثير من الأحيان مع هذا النوع من التحقيقات حيكون هناك عنوان IP اللي تنظر إليه الحكومة الفيدرالية لأنها تعرف أنه مرتبط بالمواد الإباحية للأطفال، وهذا هو نوعا ما البداية. نعم، وتقول وزارة العدل إن النعيمي يواجه عقوبة تصل إلى 20 سنة في السجن الفيدرالي إذا أدين. لا يزال محتجزا الليلة. اليوم بالطبع تواصلنا مع محاميه، يقولون إنه ليس لديهم تعليق في الوقت الحالي، كما تواصلت مع الفيفا. ما زلت أنتظر الرد. نحن على الهواء مباشرة من وسط المدينة. أنا بريانا ويليس، ABC 13 أخبار الشهود.